لأن حزب القوات اللبنانية لا يعرف المسايرة على حساب مصلحة البلد، ولا تدوير الزوايا على حساب أولويات الناس، ولا اتخاذ المواقف على خلفيات شعبوية تضر بمصلحة البلاد والعباد. أعلن بصراحة تامة وقوفه ضد الإضراب في توقيته الذي يأتي على مسافة أيام من السنة الجديدة، والبلاد ما زالت في زمن الأعياد وتتهيأ لرزنامة العام الجديد. وحزب القوات أكثر من يتفهم نقمة الناس ووجعها وقلقها، ولذلك كان أول من بادر إلى دعوة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى تشكيل الحكومة فوراً، أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل لجم التدهور الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل. ولكن هذا شيء، والتسرع في دعوات للإضراب في توقيت غير مناسب شيء مختلف تماما. الحكومة يجب أن تؤلف أمس قبل اليوم، وهذا أمر محسوم، والضغط لتأليفها مشروع، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء التالية: التظاهر حق، إنما تحت سقف القانون. الإخلال بالأمن ممنوع. الحفاظ على الاستقرار مصلحة لبنانية عليا. المس بالنظام أو الدستور محظور. هذا الكلام ليس موجها ضد جهة معينة، بل مجرد تأكيد على ثوابت محددة في ظل الخشية الدائمة من استغلال تحركات شعبية لدفع لبنان نحو الفوضى. الدوران في حلقة التأليف أو دوامة التشكيل لم يعد مسموحا، ولا يبدو أن الأفكار التي طرحها الوزير جبران باسيل قابلة للترجمة، لأنه لو بدت شت كانت غيمت. فيما لفت ما نقل عن الرئيس نبيه بري بأننا عدنا إلى نقطة الصفر، بل إلى ما قبل الصفر، وأضاف: سبق لي وأن طرحت الحل وهو سهل جدا ويمكن السير به فورا ولا حل دونه إذا صدقت النيات والتوجهات. وهو هنا كوزير سني يجب التنازل عنه ويحصر تمثيله باللقاء التشاوري وينطق باسمه ويلتزم سياساته، لا أكثر ولا أقل.